هنتكلم دلوقتي عن ازاي تخطط انشطتك البيعية عشان تقدر تضاعف مبيعاتك بشكل مستمر. وده بيفيدك في اكتر من حاجة. اولا انك انت تكون عارف ايه الحاجات اللي ناقصاك عشان تطور من نفسك في كل مرحلة من مراحل البيع. ثانيا انك هتكون شايف بوضوح كل حاجة بتعملها وتأثير كل تصرف وكل خطوة على التانية وعلى مبيعاتك اجمالا، وبالتالي هتكون واثق في نفسك اكتر. تالت حاجة انك هتعرف ازاي تحقق التارجت بتاعك وازاي تقدر تضاعف مبيعاتك بمجهود اقل وفي وقت اسرع. اتفقنا ان العملية البيعية مكونة من 3 مراحل كبيرة. المكالمة بيكون فيها جذب الاهتمام والاسئلة المؤهلة والعرض المقنع، والاجتماع بيكون فيه العرض التفصيلي وحل الاعتراضات، والعقد بيكون فيه المتابعة والاغلاق. والشكل اللي بنستخدمه هو القمع البيعي سيلز فانل، لان عدد العملاء المحتملين اللي احنا بنتواصل معاهم في اول المكالمة بتاعتنا من جذب الاهتمام بيكون اكبر طبعا من عدد العملاء اللي احنا بنقعد معاهم في الاجتماع، واكبر من عدد العملاء اللي احنا بنقفل عليهم وبيشتروا مننا. وده في الاخر حجم المبيعات بتاعك في اخر الشهر او اخر الكوارتر بحسب فترة المحاسبة في شركتك. هندي مرحلة المكالمة رقم 1 والاجتماع رقم 2 والعقد رقم 3. في عندنا مفهوم مهم جدا لازم نتعلمه مع بعض كبياعين وبيشتغل عليه المديرين في تقييم اداء البياعين، وهو معدل التحويل او الكونفرجن ريت. وعندنا هنا CR1، وده بيكون معدل التحويل من مكالمة لاجتماع، بنعرفه من تقسيم عدد العملاء اللي قابلهم البياع في الاجتماع اللي هي مرحلة رقم 2 على عدد العملاء اللي كلمهم في مرحلة المكالمة اللي هي مرحلة رقم 1. وعندنا CR2 اللي هو عبارة عن معدل التحويل من الاجتماع العقد، بنعرفه من تقسيم عدد العملاء اللي بيقفل معاهم البياع في العقود على عدد العملاء اللي قاعد معاهم في الاجتماع. هنحدد الارقام دي ازاي؟ بنحسب بالطريقة العكسية او الباكورد ثينكينج. مثلا انت بتقفل على 5 عملاء، وعشان تقفل على 5 انت محتاج تقعد مع 50 في مرحلة الاجتماع، وعشان توصل للرقم ده لازم تكلم 500 عميل محتمل. انت كده CR1 بتاعك 10% وCR2 10%. ده فايدته بالنسبة لك كبياع انك لو CR1 بتاعك عالي عن المعدلات الطبيعية، ده معناه انك انت شاطر في انك انت بتجيب عملاء على الاجتماع، وده معناه انك بتعرف تعمل مكالمة بكفاءة عالية، والعكس بالعكس. لو معدل التحويل بتاعك CR1 قليل، ده معناه انك محتاج تطور نفسك في مهارات البيع في المكالمة. زي لو انت مثلا بتروح للعملاء انك تختار عملاء افضل، او لو انت اللي بتستقبلهم عندك او بتعمل مكالمات انك تطور من كلماتك ونبرة صوتك واسلوبك في التعامل. لو CR2 بتاعك عالي عن الطبيعي، ده معناه انك بتعرف تدير الاجتماعات بشكل افضل وبتقفل على عميلك احسن، والعكس برضو معناه انك محتاج تطور نفسك في مهارات التفاوض وحل الاعتراضات وقيادة العملية البيعية والمتابعة والكلوزنج الاغلاق. كلنا طبعا عايزين نزود ونضاعف مبيعاتنا، وعشان كده عندك اختيارين زي ما انت شايف على الشمال. الاختيار الاولاني هو انك انت تزود عدد العملاء المحتملين، وبالتالي لما تكلمهم هتحول عدد اجتماعات اكبر، وبالتالي هتقفل على عدد عملاء اكتر. الاختيار الثاني هو انك تزود معدلات التحويل بتاعتك على نفس عدد العملاء المحتملين اللي انت بتكلمهم، وبالتالي لما تكلم 500 عميل ومعدل التحويل بتاعك بدل ما هو 10% يكون 15%، بالتالي هتقعد مع 75 عميل بدل 50. ولما معدل التحويل بتاعك CR2 يكون 20% بدل 10%، هتقفل على 15 عميل بدل 5. وده بيحصل ازاي؟ عن طريق رفع كفاءة العملية البيعية بتاعتك في كل تصرف بتعمله، من أول جذب الاهتمام بالصفات ال5 وبكلامك ونبرة صوتك ولغة جسمك، وتركيزك على تحقيق هدف أو حل مشكلة في أول كلامك، وبعديها الأسئلة المؤهلة اللي بتحلل بيها طلب العميل، والعرض المقنع باختيار المنتج الأنسب وعرضه بالشكل الأنسب على العميل، والتفاوض طبعا وتغيير وجهات النظر بحل الاعتراضات والمتابعة الصحيحة بإضافة القيمة والإغلاق في الوقت المناسب، وإدارة العلاقة بينك وبين العميل بشكل فعال وزيادة ثقته فيك بشكل مستمر. باختصار هو تطبيق التدريب ده بشكل كامل، وده اللي حصل معايا الحمد لله في واحدة من الشركات العقارية، ان كان معدلات التحويل فيها قبل التدريب ب 10% و10%، فلما يكلموا 1000 عميل كان بيقعد معاهم في الاجتماعات 100، وبالتالي بيشتري منهم 10. وبعد التدريب وشغلي معاهم الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نحقق معدل تحويل CR1 15% من المكالمات للاجتماعات، ومعدل تحويل CR2 20% من الاجتماعات للحجز والعقود، وبالتالي ضاعفنا مبيعاتهم 3 أضعاف. قبل ما اشتغل معاهم كانوا بيبيعوا بمتوسط 6 مليون في الشهر، وبعد التدريب والتطبيق الحمد لله بعنا ب 17 مليون جنيه. وده قدرت اعمله في اكتر من شركة ومع اكتر من بياع بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم باجتهادهم وتطبيقهم لكلامي. بالمناسبة البياع الشاطر يقدر يعمل الاثنين، work harder and smarter، يزود عدد العملاء المحتملين اللي بيكلمهم بالسعي اكتر وبتوسيع علاقاته بالبحث عن عملاء محتملين افضل، وفي نفس الوقت يطبق التدريب ويحسن من جودة مكالماته واجتماعاته واغلاقه.
لكن خلي بالك من نقطة، ان working hard بزيادة الجهد للأسف محدود، وممكن لو زودت عدد عملاء تقع في التركيز بتاعك في التعامل مع كل عميل بالشكل الأفضل في كل خطوة. فلو هتختار بين الاتنين يبقى الأفضل طبعا تختار سمارتر، انك انت تحسن من جودة اللي انت بتعمله. دلوقتي عايزين نعرف هنعمل ايه كل يوم عشان نخطط الأنشطة البيعية اللي هنعملها عشان تقدر انك انت تضاعف مبيعاتك بشكل مستمر. وزي ما علماء الإدارة بيقولوا، احنا ما نقدرش ندير الأرقام، لكن نقدر ندير الأنشطة اللي بنعملها اللي بتحقق الأرقام. فزي ما قلنا انك عايز تضاعف مبيعاتك، وده عن طريق انك هتعلي معدلات التحويل بتاعتك. طيب، اول حاجة هتعملها انك هتحدد العمولة اللي انت عايز تحققها، وحاول يكون رقم منطقي لو سمحت عشان نعرف نشتغل عليه بدل ما يحبطك، او العكس انه ما يكونش قليل قوي فما يخلكش عندك الطموح والاصرار عشان تحققه. تاني خطوة، هنحسب حجم المبيعات اللي هيتحقق منه العمولات دي، ونترجمه لعدد عملاء بتقسيم حجم المبيعات على متوسط البيعة عشان تعرف عدد العملاء اللي انت عايز تبيع لهم. تالت خطوة، هنقول مثلا ان هم 15 عميل ينفذ معاك شراء، الرقم ده هتحققه من كام اجتماع ومن كام مكالمة، وبالتالي هتقدر تحدد انت هتشتغل على كام عميل محتمل بحسب وضعك المتاح. هنقول 75 عميل في مرحلة الاجتماع و500 عميل في مرحلة المكالمة. طبعا هتحط في اعتبارك انك هتقدر تزود عن العدد اللي انت كنت بتقعد معاه قبل كده، لانك هتحسن عمليتك البيعية بعد تطبيق التدريب ان شاء الله. طبعا ده مش هيحصل من اول شهر، لكنه ممكن لو ركزت كويس جدا واشتغلت على نفسك تحققه من تاني شهر شغل على تطبيق التدريب ده. حاول انك انت تحسبها من تحت لفوق ومن فوق لتحت عشان تظبط ارقامك بالشكل الصحيح، عشان نعمل الخطوة اللي بعدها. رابع خطوة، حساب عدد المكالمات والاجتماعات في الشهر في مرحلة المكالمة. طبعا عندنا 500 مكالمة، وفي مرحلة الاجتماع في عندنا 75 مكالمة و75 اجتماع، وفي مرحلة العقد عندنا 15 مكالمة و15 اجتماع. المجموع في الشهر 590 مكالمة و90 اجتماع. هنعمل بقى خامس خطوة، وهي تقسيم المجموع ده على اليوم. هنقسم العدد ده على 26 يوم شغل في الشهر، فهتكون المكالمات 23 مكالمة والاجتماعات 4. هنا بعض البياعين ممكن يقولوا لي 23 مكالمة في اليوم بس. هقول له دي المكالمات اللي تعتبر مكالمة طويلة ووضحت فيها القيمة ايا كان نوع القيمة اللي انت بتقدمها في اي مرحلة من مراحل البيع، مش المكالمات اللي اتصلت فيها بالعميل وما ردش عليك، او قال لك اكلمك في وقت تاني، او اللي انت كنت بتأكد فيها على ميعاد معين، او انه استلم ماتيريال معينة بعتها له. وطبعا في بعض البياعين بيقولوا لي 4 اجتماعات في اليوم ده رقم كبير ما اقدرش اعمله واعمل مكالمات. هقول لك مش شرط يكون اجتماع او زيارة، ممكن يكون مكالمة تليفون طويلة اتكلمت فيها مع العميل وحليت فيها اعتراضاته، او عملت فيها مثلا زوم ميتنج طويل. بالطريقة دي انت هتعرف ايه المفروض انك انت تعمله من اول الشهر عشان تحقق التارجت. لو عملت عدد مكالمات اقل من الرقم اللي احنا متفقين عليه ده هتحقق مبيعات اقل. لو اتقنت جودة اللي انت بتعمله من مكالمات واجتماعات هتقدر تحقق اكتر بكتير مما انت متخيل. وده لانك انت بتشتغل بقوة البيع للعقل اللاواعي.